اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من ترند في الخمسينة. بقالي كتير جدا ما صورتش معاكم، كنت راكنه القناه بصراحه شويه لان كنت تعبانه حبه. ان شاء الله هنرجع بنشاط وحيويه. رحت السوق جبنا شويه خضار، ان شاء الله هنفرزها مع بعض. بس النهارده هنقول مع بعض اسعار الخضار عامله ازاي. يلا نخش على الفيديو نشوف النهارده الاسعار عامله ازاي. الخضار النهارده فريش وحلو زي الفل كده. هنبتدي الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اقول لكم بس سعر الخضار النهارده احنا كام؟ 27/5/2024. يعني الدنيا بقى هديت شويه. الباميه ابتدت ترخص شويه، كانت باديه ب50 وب60، ابتدت تنزل شويه، فانا قلت اجيب شويه عشان افرزهم. الباميه النهارده انا طبعا بتتعبى مش بتتنقى يعني، بس مفيش منها كبير قوي يعني، حلوه كده. بعمل بقى مثلا ده في كيس، بنقي وانا بقرطف، بحط الصغنن ده في كيس والكبير ده في كيس عشان الصغير ما يتهريش مع ده. فاهميني ازاي؟ بس دلوقتي هغسلهم غسله كويسه وابتدي افصص اسمها ايه، امحهم، ونبتدي نشتغل فيهم في التفريزات. بس هقول لكم بس النهارده اسعار الخضار عامله ازاي. الباميه النهارده قالت لي في ب40 وفي ب35. النهارده خدتها منها ب30 عشان خدت منها كميه يعني. تمام، يعني النهارده خدت الباميه ب30. الفلفل الحامي ده ب20، خدت منها ب15. تمام. الملوخيه قالت لي ب12، خدتها منها ب10. بس ما شاء الله هو ده وقت التفريز. بصوا الملوخيه اللي هي الكبيره دي، اللي هي فيها عروق بسيطه دي بقى اللي تتفرز هتبقى حلوه قوي قوي معاكم. وهوريكم ان شاء الله في فيديو تاني بقى طريقه التفريزات الباميه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والملوخيه بص ورد ورد ما شاء الله. الكيلو منه ب10 جنيه. البطاطس اللي هي نقطه حمرا دي، الكيلو منها ب15 جنيه. انا ما جبتش كتير، انا جبت كيلو واحد بس. تمام. البصل ما شاء الله حلو يعني، بص ابتدى ينشف حلو ما شاء الله زي الورد، بس طبعا بيعبيه في صغير وعلى كبير، فكل حاجه لها حاجه يعني. ماشي، ممكن افرز البصل بس يعني الحكايه مش مستاهله هنفرز بصل كمان يعني. فده هشيله كده زي ما هو كده في البلكونه. البصل ال10 كيلو ب70. البصل ال10 كيلو ب70، والملوخيه ب10، والباميه ب30، والفلفل الاحمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قولوا معايا ب15. وجبت كيلو رز لان الرز اللي عندي خلص، بجيب في الشفاره بصراحه، بس خلصت الشفاره يعني، انا اصطدمت لما خلصت يعني، كانت نافعاني. كيلو الرز دون يعني هو انضف حاجه عنده، في ب23 و24 وب26. كيلو الرز ده ب26 جنيه. دي اسعار النهارده. تمام. هنقفل الفيديو الجاي ان شاء الله هوري لكم التفريزات بتبقى عامله ازاي. يلا السلام عليكم. ده معرفش سعره كام، بس عايزه اقول لكم ما تاكلوهوش. جالنا في زياره وابني كان منه، صحي الصبح قعد يرجع والبيت كله جاله اسهال. فطبعا عشان ورغم ان انا غسلاه كويس جدا، وانا هوريكم طريقه الغسيل الخضار بتاعي في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبغسله ازاي، بشيل منه بلاوي متلتله يعني. فهو طبعا مرشوش، والحاجات اللي ربنا يعافينا وينتقم من اللي ما عندوش ضمير. ما حدش ياكل العنب ولا البطيخ ولا الخوخ في الايام دي، نصيحه لله يعني.